بيبدأ الفيلم باتنين طالعين من نفق، ما تعرفش هو نفق ايه، جاي منين، بيودي على فين، رايح تسرق اطباق. يعني مبدئيا كده، يعني انت دخلت الشقة ازاي؟ يعني اما تتعبوا على البداية شوية، يعني ايه السهولة دي؟ هو انت هتنقي؟ هو ده شكل واحد داخل الشقة عاوز يسرق بدري بدري؟ ده واحد واقف في معرض بيشوف ذوقه عامل ازاي وبيختار. طب هاتوا على الاقل شباك خشب مش ازاز والشنطة بتطلع. طب افرض واحد قاعد في الصالة في بيته وشايف الشنطة بتتسحب من قدامه، مش هيفتح الشباك ويكشفكوا؟ مبدئيا هو ماهوش نفس الشباك اللي كان من جوه في الصالة، وهو بيبص من بره شباك وهو من جوه شباك تاني عشان الحجم صغير. والنور اللي هو في المسقط ده منور ليه؟ يعني ليه المسقط كله منور؟ فين اللندا اولا؟ وتاني حاجة وهو جوه في الصالة وبيطلع الحاجة من الشباك، المسقط ضلمة. اول ما طلع دماغه المسقط نور. وليه تجري السبرنت ده كله من غير حذر؟ يعني انت خلاص متأكد اللي هم نايمين؟ يعني انت عمال ماشي على طراطيف رجلك طول ما انت بتسرق، وعمال تنقيلي ودي حلوه ودي وحشه وبراحتك، وجاي ساعه الجد تجري الجاريه دي كل؟ افرض يا عم، افرض هم قاعدين لسه فايقين، ما هم مش حاسين بيك بقى، انت ماشي على طراطيف رجلك. افرض هم قاعدين فايقين كده وبداوا يفوقوا وقاعدين، تخش انت كده هجم عليهم كده يشوفوك تكشف نفسك مره واحده؟ قبل ما توصل للباب اخبط بطرف عينك، نايمين خش خدرهم، صحيين يبقى انت ارجع. مش تجري لي جري كانك في سباق وداخل لي في الاوضه كده، انا اهو قلت لهم انا اهو. ويا سيدي وانت بتخدرهم انت مش شايف السلاسل الذهب والخواتم اللي هم ماسكينها؟ ده انت يا عم، ده انت بينك وبينهم نص شبر. صالة كبيرة عريضة زي ديت ما شاء الله، والحمام في آخر الدنيا، ليه وإحنا قاعدين في نص الصالة نسمع صوت السافون من على بعد 50 متر؟ يعني وحسسني اللي إيه اللي هو لازق فيك. وكمان إيه الوقت ده كله في الحمام؟ ده الراجل طلع مثلا دخل الشقة، ما نعرفش هو دخل إزاي، بس أكيد على المواسير يعني اللي هي أصلا موصلة للصالة. المهم دخل خدر الناس اللي ما نعرفش هو خدرهم إزاي أصلا، وعمال يسرق بفن ورساوة، ويقول لك لا ديت واه ديت، والتلفزيون يربط لك فيه ساعة عبال ما يطلعه. وفي الاخر بعد ده كله نتفاجئ ان في حد في الحمام، وصوت السافون اللي جاي لنا من 50 متر. هو انت ليه يعني، انت ليه بتنزل تحت الترابيزه؟ يعني ليه بتنزل تحت الترابيزه وتستخبى فيها وانت في ظهرك الشباك؟ في حد جاي عليك، خلي بالك انت مش جاي تشوف هو مين، راجل ولا ست اللي جاي عليك. انت في شخص حسيت اللي هو جاي لك. يا عم اطلع نط من الشباك على طول، نط اطلع على المواسير وامشي، انت مستنيه يشوفك؟ شاف ان في حد جاي، لا بيتاكد بقى مين يا ترى مين. وكمان خد هنا يا عم اللي عمل الصاله الكبيره ما شاء الله دي، هي ايه الستاره اللي انت حاططها لنا دي؟ يعني لما يكون عندك ضيف مثلا يعني، وانت خارج من الحمام مثلا، او اي حد خارج من الحمام، اللي مواسير الحمام بتاعته اللي في الصاله، يعني احنا ما نعرفش بقى الحمام بقى مواسيره فين. المهم واحد بقى ماشي لك كده يعني من ورا الستار، خيال ماشي لك كده، انت ذات نفسك انت تنزل تقعد القعده اللي هو قاعده تحت الترابيزه دي من الخوف. يعني تلاقي خيال ماشي لك كده يعني. ليه انت ما تفتح الستاره؟ يعني ما تخوف الناس اللي تيجي عندكم. هو مش انت يا عم كنت قاعد لي تحت الترابيزه لحد ما تيجي؟ انت جيت ورا العمود ده ازاي؟ يعني لحقت جيت امتى يعني؟ ما انت لو اتحركت هتشوفك. ده انت فضلت قاعد لحد ما فتحت الستار. يعني مش مثلا اول ما شفتها جريد، لا ده انت فضلت قاعد ومركز ومين يا ترى مين لحد ما فتحت لك الستاره وبدات تظهر. انت بقى جيت هنا امتى وازاي؟ ويعني ايه الضربه بتاعتها دي طيارتك امال؟ مجرم ايه وبتاع ايه يعني؟ اديتك كوع ايه ده؟ فين قوه التحمل؟ مش انت مستعد انك تقابل المواقف ديت؟ ولا انت داخل تسرق وبتقول انا رايح كده؟ يعني انت يا جدع، انت البت مشالك بطيئه وانت الشباك في ظهرك. يعني انت لو جريت ونطيت من الشباك وطلعت على المواسير هتكون لسه ما وصلتش اصلا لاخر الستاره. انت مش شايف الستاره 30 متر واللي قاعد يترعب من اللي ماشي؟ انا اول مره اجي هنا. طب ما طالما انت اول مره لسه تيجي هنا، هو انت ليه اتخضيت اصلا لما لقيت الحبل ولقيت الجاكيت اللي محطوط ده؟ هو مش يمكن اصلا الحبل ده محطوط من الاول؟ يعني هو انت لحقت حفظت الشقه ودهاليز الشقه كلها؟ انت لسه قايمه بتتفاجئ ليه ايه دي ويا ترى ايه وايه الجاكيت ده ليه يعني؟ انت ما يمكن اصلا محطوطين من الاول. ده لسه زوبة، تعالى. هي اكيد طبعا هتوريه حاجه هو ما شافهاش، يعني مثلا خزنه، فلوس في الدولاب، حاجه كده متداريه عنه اكيد، يعني ما شافهاش. هو الراجل كان ملخوم في الاطباق والكام تمثال والتلفزيون، يعني اكيد ما فيش حاجه اهم من دول في الشقه يعني. احسن
احسن من عينيهم، خد. ايه ده بجد؟ هو كان مستنيكي انت تيجي توري له السلسله الذهب والكم خاتم اللي لابسينه دولت، اللي كانوا على بعد نص شبر وهو بيخدرهم مرتين؟ يعني مش مره، لا ده مرتين. يعني اول مره قلنا مثلا ما خدش باله، كان نفسه في التلفزيون ولا كان طبق. لا تاني مره برضه ما خدش باله. ليه؟ ايه يعني؟ ايه هو ضد الذهب؟ يعني ما بحب، انا رايح اسرق بس مش هسرق ذهب، انا هسرق طبقين وتلفزيون عشان نفسي اتفرج عليه. ايه ده يا عم؟ طيب ما دام الحكايه كده بقى نخلص على كله بالمره. قال لها طب ما تخلص يا سيدي من الاول، من الاول خالص، اما تيجي تقشطهم وتمشي. ليه تعب القلب بتاعك ده؟ هو ليه الضابط شك فيهم من الاساس؟ يعني ناس نازله بالشنط مثلا من عماره، وبيفتحوا باب شنطه العربيه وبيحطوا الشنط وماشيين، انت ليه شكيت فيهم؟ ما ده امر عادي. طب ما يمكن سكان العماره نازلين مسافرين مثلا، يعني محضرين شنطهم وبيحطوها في العربيه وماشيين، انت ليه عرفت ان هم مش من العماره؟ يعني انت حافظ كل سكان العماره فاتفاجئت بدول؟ يعني مش معقوله يعني. لا والكشاف كمان لازق في قفاهم، يعني فاهم؟ يعني اصلا قبل ما ينزلوا بالشنط هو كان واقف مستنيهم، يعني من غير ما اي حاجه تحصل. لا هو كان معدي، اقول لكم اللي حصل. هو كان معدي بالعربيه، لقى عربيه واقفه، عربيه واقفه من ضمن رصه عربيات. قال لي انا شاكك في العربيه دي، انا هقف وراها لحد ما يظهر لها حد. وقف، نزل. سبحان الله، ده الناس نازله اهي، يبقى هم دول الحراميه. تفكير جهنمي يعني، ما حصلش. استنى يا عم، هديك ورقة تاكس. هو انت ليه بتقول له استنى هنا وداخل العماره؟ الاتنين اللي يعني اللي انت شكيت فيهم ان هم سارقين الشنط، اللي هم كانوا منزلين من العماره عاديين بيحطوا شنطهم في العربيه، وشكيت فيهم، قلنا ماشي انت جهنمي. ليه بقى سبتهم وحاسس ان في واحد تاني في العماره؟ هو انت كنت معاهم وهم بيسرقوا؟ يعني واحد عادي كده شايف اتنين شاكك فيهم بيجروا، ما قلنا حراميه، طب ما تجروا هم وراه، اجروا وراهم. يعني ليه بتخلي السواق الغلبان اللي هو اصلا مش بايده اي حاجه، سواق العربيه وانتوا الاتنين فيها بس، هو اللي يجري ورا الحراميه ايا كان بقى اللي يحصل له، ومش عارفين هيمسكهم ازاي، وانت رايح تدور لي في المجهول وحاسس ان في واحد في العماره فوق؟ يعني ما تجري. لا ده انت كده مش حاسس، ده انت متاكد يا جدع. يعني ده انت رايح تخطط على البواب تصحيه من احلى نوم عشان تقول له في حرامي فوق. ليه عرفنا اللي في حرامي فوق؟ الاسانسير شغال. سبحان الله، طالما الاسانسير شغال يبقى في هو الحرامي. اما ساكن من السكان مثلا طالع ولا نازل، لا هو الحرامي. العماره كلها فاضيه مفيش غير الحرامي. هيمسكونا، هنتفور. وهو انتوا الاتنين ازاي عرفتوا انه في ضابط اصلا جاي يطلع يجري وراك؟ هو انتوا مش كنتوا ماشيين مع بيومي وخارجين انتوا التلاتة مع بعض؟ ليه انتوا الاتنين رجعتوا فجأة في الاسانسير وطلعتوا وما مشيتوش معاه؟ ليه حسيتوا انه في ضابط جاي ولا في عربية بوليس قبل ما السيرينة تضرب؟ وليه بيومي وهو خارج بالشنط ليه هو اللي شايلهم وما مثلا ما حسش ان الاتنين سابوه طلعوا؟ يعني ما يبص وراه يشوف هما انتوا رايحين فين، انتوا مش جايين معايا ليه، انتوا سايبين اشيل الشنط لوحدي ليه كده يعني؟ هو فين؟ هو فين؟ باتنين. انت جاي يعني في اللحظه الحاسمه اللي هيمسكوا فيها وانت كنت مستلقي على الارض تقوم لي مره واحده عامل لي جنب؟ هو فين؟ انت عارف انت بدل ما كنت زقيته انت كنت خبطته بظهر المسدس على نافوخه. هو طبعا المجرم كسر شمال وهو بيجري، فالظابط جات له فكره جهنميه، قال كسر شمال انا اكسر له يمين عشان اقابله الناحيه الثانيه، مش اجري له عكس الاتجاه فاقوم اقابله. يعني شفت الفكره؟ طب طالما انت سريع قوي كده وعرفت تلف اللفه دي كلها وتقف قدامه، يعني ما كنت جريت وراه؟ كنت جريت وراه ومسكه. انت هنا ليه بتسيب المسدس وتجري وراه؟ على فكره ما فيهاش حاجه لما تمد ايدك تجيب المسدس وتكمل جري وراه. يعني هو بيجري بيعرج على فكره، يعني انت ممكن تلحقه عادي وممكن تضربه تاني في رجله توقعه. هنقعد نعرج بقى واحنا بنطلع؟ ده ايدك على فكره اللي وجعتك، يعني انت ليه طالع لي اكنك جسمك كله متكسر؟ يعني طالع لي مش قادر تطلع، واللي اصلا واخد رصاصه في رجله بيجري بص بربنت كده. ما تقلده يا عم، يعني بيحمل على الرجل اللي هي لسه واخد منها رصاصه وبيديك بالتانيه بيطيرك. ايه العافيه دي يعني؟ هي الرصاصه مفيش؟ يعني انا ضد الرصاص، احنا مش هنهزر في الضرب. انت فعلا خدت خبطه دقلجتك على الارض وفضلت تدقلج، بس في اخر الدقلجه انت بطأت نفسك يا عم. ده انت لو كنت خدت الدفعه كلها مش هيغمى عليك. هو ايه انت ما خبطتش في عمود خرسانه يعني عشان يغمى عليك في الاخر؟ لما تتفوق كده واجري ورا الراجل، الراجل واخد اثر رصاصه ومبهدلك ومشقلطك، يعني
مش حته خبطه في ايدك وحته خبطه في دماغك في البرميل خلاص اتقضى عليك كده. انت اكيد مش ظابط على فكره، انت لو ظابط كنت هتبقى احسن من كده. بتنزل نازله برجلك الاتنين، ده انت اصلا، ده انت نازل برجلك اللي هي مضروب فيها رصاصه، ولا اكيد انت مش حاسس بحاجه على فكره. انت بتمثل. البيت كله تلفزيونات، يعني انت تخصص تلفزيونات، يعني اللي يسالك انت حرامي في ايه، تخصص تلفزيونات. طب ما التلفزيونات ماليه البيت وما بتتباعش، يعني انتوا حاطين لنا تلفزيونات في كل حته، ان يعني سرق قبل كده 200 مره وجايب التلفزيونات دي كلها. طب ما هي ما بتتباعش، يعني ايه الاستفاده بقى حطيناها؟ لا احنا نجمع التلفزيونات كلها في البيت من غير بيع ولا بتاع. بيع ايه؟ احنا بنجيب تلفزيونات بس. انتوا اللي سبتوا بقيه الحاجه قدام العماره. انا بقيه مالي. الحاجه ايه اللي قدام العماره؟ هم مش كانوا اخر شنطتين وهم نازلين مخلصوا وبيحطوهم في العربيه، وبعد كده البوليس جري وراكوا؟ يعني هو انت ما كنتوش بتحطوا الحاجه في العربيه اول باول؟ ايه كنتوا بتجمعوهم قدام العربيه وهوب مره واحده لا نحط، بداتوا تحطوا اول شنطتين ما لحقتوش تحطوا الباقي؟ 20 جنيه ليا و20 جنيه البط. بطه هي اللي دلتنا على سكه الدهب. دلتك ايه على سكه الذهب يا جدع؟ ده انت كان بينك وبين الذهب نص شبر، ده انت دخلت خدرت الناس مرتين، والذهب عيني عينك اهو، ايه ما خدتش بالك خالص من الذهب؟ يعني مركز له في الكام طبق اللي انت واخدهم. سلاح هو شرف يا عمي يا ضيو. كلمني مين احسن. عم انت في البيت. انت مش شايف انا يا دوب بديله بالبوكس دراعي انجزع، ويا دوب اداني بشلوط دماغي اتجزعت واغمى عليا واتكومت على السرير زي ما انت شايف. يعني انا مش غلطان. مبروك يا طارق. طلعت الاول على فرقه حمايه الشخصيات المهمه. الاول على حمايه الشخصيات المهمه؟ طب انا كنت عايز اشوف هو كان هيحميهم ازاي، يعني لما مثلا مجموعه من الاشرار يقتحموا الشخصيات المهمه دي، هو كان هيدافع عنهم ازاي؟ يعني مثلا هيديلهم البوكس مثلا يعني ودي خبطت في حاجه، كان هيكمل حمايه ازاي؟ ولا هم لو مثلا لو ادوا بشلوط دماغه خبطت في حاجه كان هيكمل ازاي؟ يعني ايه قدراته اللي هيحمي الشخصيات المهمه وهو بالحاله دي؟ ال 100,000 جنيه كلهم في الشنطه. عينك. بس ليه البلاستر والقطن اللي على عينك موجودين لسه لحد دلوقتي؟ انت مضروب على عينك يجي من 4 5 سنين، وطول ال4 5 سنين حاطط لي بلاستر وقطن لسه على عينك؟ يعني الجرح مثلا لسه ملمش، ولا العين قفلت، ولا ايه لسه إيه انت كاتم الجرح لحد دلوقتي؟ يعني هو انت تخصص رجل؟ يعني انت في النشان تخصص رجل بس؟ ده حتى الراجل بعد ما انت ضربته بالطلقه في رجله حاطط لك علامه هنا حمراء بيقول لك لو سمحت انا عندي دماغ اديني في الدماغ. انا اقدر اسامحك في الجزء اللي يخصني، لكن حق الحكومه ما اقدرش اسامح فيه. لا يا شيخ، يعني بعد الفرهده اللي انت فرهدتنا فيها دي كلها وفي الاخر تقول بكل بساطه انا مستعد اسامح في الجزء اللي يخصني، واهم حاجه جزء الحكومه ما اقدرش اسامح فيه؟ طب ما انت كنت سايب شغلك ومشاغلك وسايب المجرمين التانيين وحق الحكومه التاني وعمال تتفرغ لي عشان تمسك الواد ده عشان السلاح. يعني انا مش هريتك على بعض. طب ما التانيين برضو المجرمين اللي انت كنت مهمل عنهم دولت كانوا حق الحكومه ولا ايه؟ ولا ده الحق والتاني مش حق؟ خد بعدها يا فندم. يا جدع امشي انت وهو، يعني انتوا جايين لازم. تقولوا لي درجن نقبض عليه يا فندم؟ لا انتوا كنتوا فين اصلا من الاول؟ يعني انتوا ما جيتوش مع الظابط ليه في الاول؟ ولما الظابط جه، يعني حاجه بس عايز افهم، الظابط جه انتوا عرفتوا ازاي؟ يعني اتصل بيكم ازاي واصلا ما كانش معاه تليفون؟ وطالما انتوا عارفين اللي هو رايح مهمه خطره زي دي ما جيتوش معاه ليه من الاول؟ يعني منين هو جه لوحده ومنين انتوا جيتوا وراه؟ عرفتوا ازاي؟ ما اعرفش. طب لو انتوا عارفين من الاول ما جيتوش معاه ليه؟ ما انتوا عارفين انه رايح مهمه خطر اهو، جايين له في الاخر نقبض عليه يا فندم؟ لا مش هتقبضوا عليه يا عم خلاص، اطلع هات اللي فوق واللي تحت. وبكده خلصنا الفيلم، ويا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم اعملوا لي لايك واشتركوا لي في القناه وفعلوا زر الجرس عشان لما انزل اي حاجه تجيلكم. وبس، سلام عليكم.